ليه عميل او عميلكم مسكم تخلصوا الحمايه تاعكم. انتظر يا حليمه، انتظر يا حليمه، استغفر الله. جسيم يا جسيم مو حمام نسائي يا جسيم. حليمه هبطها لم اعد. انتظر تحت، كبس عندك كبيس اساسا يطرد ابليس، كبس تحت. حليمه هبطها تكبس. حليمه اول شيء لازم تعرفه، لا انت ولا بقيه الجزائريين اللي وياك، اللي انت الحين اساسا الجزائر ما عندها عدو، اساسا الجزائر عدوة نفسها. انت توهمون الاعداء، توهمون المغرب عدونا، الامارات عدونا، ليبيا عدونا، تونس عدونا، السعوديه انه ذول باعوا وذول اشتروا وذول دمروا. ما في شيء، انتم حربكم مع الهواء مع الريح، ما في. هاي يستغلونكم الغرب عشان ياخذون الغاز والبترول يبيعوا لكم سلاح خرده. ما في شيء، ما في عداء. انتم لو فيكم نخوه ورجوله وتذكرون الخير كان ذكرتم يوم محمد الخامس طالب باستقلال الجزائر في الامم المتحده، اول ناطق باللغه العربيه. هذا اول شيء. ولا المغرب علينا نبله من العقده المغربيه عندكم شيء في الدم. ثاني شيء من ناحيه امريكا، انت تحصل الامريكي يشتغل تحت يد الاماراتي، ما تشتغل الاماراتي يشتغل تحت يد الامريكي بامريكا. ما تحصل. وراتب المتوسط الدخل الفردي في الامارات اللي هو 18,000 درهم اماراتي، اللي هي تعادل تقريبا ما ادري 5 ملايير دينار جزائري ولا ما ادري كم. يباله آلة حاسبة تحسبها اساسا، انت عارف ان عملتك تروح بالشوالات. فما تحصل اماراتي يشتغل تحت يد روسي، امريكي، يهودي، منو ما كان، بس تحصل ذولا يشتغلون داخل البلاد، وانت تعرف ان اقتصاد الامارات. اما ثاني شيء انك تقارن من ناحيه المساحه، يضحكون عليك الجنرالات يقول لا احنا عشان احنا مساحتنا كبيره ما نكفي للشعب. لا يا الحبيب، انت تشوف امريكا وتشوف الدول العظمى، اساسا صادرات الامارات تكفي لضعف دوله الجزائر. وقارن نفسك حتى مع السعوديه، ترى انتم متقاربين ويا السعوديه يمكن 50، يمكن فرق 30 او 40%، وانت قارن نفسك مع السعوديه وتشوف صادرات السعوديه واضرب صادرات الجزائر تطلع لك صفر. ثاني شيء موضوع انكم انتم الاحرار وانتم الاستقلال وانتم كل ما يناقشكم حد، يناقشكم السعودي يتكلمون عن اطراف، يناقشكم الاماراتي يتكلمون عن امريكا، يناقشكم المغربي سبته مليليا، يناقشكم التونسي نوميديا، يناقشكم الليبي القذافي، يا ابوي انتم اعداء منو؟ انتم والله العظيم انتم يا اخي استوعبوا شيء، استوعبوا شيء. يعني يجلس انت كمواطن جزائري، اول شيء احنا يوم نناقش الشعب الجزائري هي مو مناقشه اشخاص، مجرد افكار، مجرد خرابيط. يعني الاشياء اللي تطلع من الجزائر يوم الاربعاء، رئيسكم كل يوم الفوقي يطلع يوم الاربعاء يطلع سواليف، والله العظيم حتى الولد الصغير شيء، ولد صغير اذا تخليه يتفرج على عمك تبون والله العظيم يضحك. يا جسم حمودي خليني اكمل يعني بنزل وبعدها اتكلم انت، تمام؟ لا ما تنزل، ما تنزل، قاعد نارد، ما تنزل، كمل، ما تنزل بالصح، ما تنزل. تمام. موضوع التحرير وموضوع فلسطين وموضوع بختم لك اياها في كلمه واحده، افتحوا لنا الحدود بنحرر وما ادري ايش وما نحرر. اخر شيء انتم بتصدرون لاسرائيل من سنه 2003، وانا كنت اول انسان جاسم علي اللي طلع التقارير ومن شو اسمه موقع التجاره العالمي وصادرات الجزائر لاسرائيل من 2003 لحين وصلت في السنه الاخيره 2021 وصلت ل 4 مليار دولار لاسرائيل. واول شيء عشان كنتوا توهمون العالم كانت صادرات من الجزائر لفرنسا ومن فرنسا لاسرائيل. من سنه 2017 لحين صارت الصادرات سيده من الجزائر لاسرائيل. يا القوه الضاربه يا ابن الشرمطه، تكلم بعقلانيه ولا روح شوف امك خير. احفاد الشهداء، احفاد الشهداء، علاش قلنا لكم كلام؟ علاش قلنا لكم هادو كلام يا ابن الزانيه، يا اللي امك وحده وباك 17 بحال الشهداء، بحال الشهداء يا الشهداء. نور افونتيغيا سد الميكرو. ولد الدعاره، ولد الدعاره. يا جسيم من فضلك. نور، والله اريد ان اشكر نور بكل صراحه، رغم اننا عندنا اختلاف، احنا مغاربه وعندي اختلاف مع نور في بعض الاشياء، ومع ذلك خرج منهم
الخبث كل ما تكلم كلمه بسيطه انالفابي واحد حرف واحد كيخرج منهم الخبث ديالهم وعدم التربيه. هو بلاندو جزائري سد الميكرو وخلى الاشياء وما بغاش يدخل لان ما بغاش يعني يديزونوري لا بيرسون ديالو، ما يبغاش يعطي صوره خايبه على الشخص ديالو وعلى العائله ديالو كما فعل هذا الجزائري. يعني شنو قال جسيم؟ يناقش. ماشي بالضروره نتفق مع جسيم، ولكن رجل محترم وانسان من عائله تربى تربيه حسنه، وبالتالي يقول رايه في اخر المطاف نتفق معه ولا نتفق، هذا شيء اخر. شنو قال؟ ومع ذلك طلع اللي تربى في بيت الدعاره، طلع وقال له كلام يعني ماشي في المستوى، في الوقت نفسه غيقول له احنا مسلمين وضد ابن الصوص، ويعني كلام يعني خطير جدا. انت لا تربيه عندك غيقول لي احنا احفاد الشهداء السي رشيد، احفاد الشهداء وما كتشرفش الشهداء، احفاد الشهداء اللي في الجنه كيكونوا بهذه التربيه هذه. لا واش بالله عليكم هذا كي اونوري الشهداء؟ لا هذه المساله هذه انك تطلع كتسب كتسب الاعراض وكتسب النساء. اسكو المغربي اسمع، هذا نتاع الكبرانه تاع فرنسا، هذا الكبرانه تاع فرنسا راهم قابضين. بارك الله فيك. يلا نخليو جسيم لا تحاور احد، انا اعرفهم جيدا، ليس لهم القدره على الحوار. قل الراي ديالك ومرحبا بك. تفضل قول يا جسيم. قول. بكمل بس مداخلتي دائما اتكلم هذا ابو حفص الاسلوب، خليني بكمل مداخلتي. اول شيء على قولة ما ادري منو اللي يتكلم على الاسلام ما الاسلام، صحيح لو انه مسلم اساسا ما يتكلم بالاسلوب ذا ويتكلم على اسرائيل، حتى اليهودي ما يسب اخوه بالالفاظ النابيه هذه. حتى اليهود في دينهم عندهم خطوط حمراء، حتى اليهود في دينهم اساسا عندهم خطوط حمراء. اعرف ان كلامي يوجعكم، اعرف ان كم حساباتي طيرتوها، اعرف ما ادري ليش من بين كل البثوث كلمه واحده من جاسم ما ادري كيف صدق انها تستفزكم، لاني يوم اتكلم بدليل وبارقام، اي شيء انا قايل له اي واحد دليل على كلامي يدخل صفحه الحساب الثاني وتتاكد كل شيء بالدليل من الكتابات. خلك مو من مصادر دومير وابو نيف وابو كلبه وابو غيره وهذه الاشياء هذول مصدر ما في. ثاني شيء بعطيك اياها من الاخير، خصوصا موضوع كيان الصوص وغيره. يا اخي بقول لك شيء، انت كانسان جزائري، انت كمواطن جزائري، انت كمواطن حر او غير حر ومواطن منو ما كنت عامه كمواطن يدافع عن النظام، كحب بلادك، هذا ما لومك في حب بلادك، هذا انت حر. والسموح الازعاج اني بسوق يا اخوان. نسوي مقارنه بسيطه، اسرائيل وش سوت في فلسطين احنا ندري، بس كمقارنه بين اسرائيل وفرنسا بالله عليك اللي سوتها فرنسا بعد لين الحين ما في دوله ولا شيطان في العالم ولا ابليس ولا دوله مجرمه ما سوتها في بلاد ثانيه. اللي سوت فرنسا بالجزائر 132 سنه من تنكيل واغتصاب وقتل واشياء، حتى الكيماوي تم تجريبه في الصحراء الجزائريه، وفي ناس تاثرت لين حين وفرنسا جات الجزائر 8000 جندي، ويوم طلعت 1,807 وشيء. فكيف استوى ذا؟ ما ودي اخبرك كيف استوى لانكم تعرفون كيف صار. فبالله عليك انت الحين تلوم الدول الثانيه عشان مطبع علاقاتها مع اسرائيل، وانت بعدك لين الحين فرنسا تستغلك لين يوم الدين. اول شيء لازم تشتمه يوميا هو فرنسا، لازم تفتح بثوثك ضد فرنسا، لازم تفتح بثوثك ضد الذل والعار اللي تسوى فرنسا بالاعلام يوميا تتهم الجزائر. هذا هو لازم تسوي اول شيء، تحليل الاشياء الحاصله في الواقع. خلنا من يوهمك النظام انه في عدو، انه في المغرب عدو، والنظام طبع والنظام طبع. بجيك من صيغه ثانيه، منو اللي انشا اسرائيل؟ الامريكا؟ بريطانيا؟ ديريكت مباشره السي رشيد. نعم. اللي طلعوا ما سدش المايك هبطوا، اللي طلعوا ما سدش المايك هبطوا ديريكت مباشره، ما تهضرش معاه ما تكلمش معاه. اللي طلعوا ما سدش المايك هبطوا ديريكت. يعني السي لونور اللي ما كيسدش الميكرو ولا كيف قال الاخ جسيم ولد الكلبه، سواء من اي دوله كان صافي من اي كان، خرج من القمر اتى من القمر ولد الكلبه، لا في احترام لا والو، ولا يهمنا من اين اتى، والله الا عنده الحق جسيم. تفضل السي جسيم تفضل.
فدائما الدول ذول اللي انشأوا اسرائيل اساسا، ما كان شيء اسمه اسرائيل، اسرائيل مجرد مثل كراكيز يحركونها امريكا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي. فدام انت بالعقل انت عندك علاقات مع بريطانيا كجزائري، اي عندي علاقات، عندك علاقات مع امريكا، اي عندي علاقات، عندك علاقات مع فرنسا، اي متزوج مع فرنسا ومتزوج مع بلجيكا ومتزوج مع كندا وبطرج لهم بصدر لهم يوميا. اعطيت نص ثروتي لروسيا، اعطيت نص الثروه لايطاليا عشان توقف ضد المغرب، اخر شيء طرشوا لكم سيارات ال 500 هذه ما تسوى قرشين. معناتها انت عندك علاقه مباشره مع اسرائيل. اذا عندك علاقه مع ابو الشيطان وش يخصك بالشيطان؟ وزعلان من المغرب والامارات عشان طبعوا مع اسرائيل. يا ابوي انت تصرف على ابوه للشيطان، انت تصرف على اللي انشأوا اسرائيل، انت تصرف على جسيم نعطيو لهم الحق الرد. الله يحفظك وابقى معنا. بنتظر هنا تحت. خليك جسيم، استنى شويه والله العظيم عطيت لهم الوصف حقيقي. استنى يا احمد، الله يحفظك يا احمد، انت عاد انا رد عليه هنايا. انا نعطيك يا سعدي. انا لا برك نرد عليه كلمه، برك واحده، كلمه اقل بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اخي، بارك الله فيك، الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. سير السي سعد سير. نشوفوا سير علي نور. انا بغيت ما تعطلش علي نور، بغينا نستافدوا من لا دغيا لانه القراءه تفضل. القراءة اللي قراو المغاربة البارح في البوتوت ديالهم ديال أحمد عطاف، أنا كنت ضدها. تنظن بأنه وضحت لك الأمور السي رشيد، بأنه هذا المشهد هذا ما خصوش يدوز عبثا. ما خصش يدوز هذا المشهد هذا ديال أحمد عطاف، ما خصوش يدوز عبثا، لأن خصنا نرجعوا الشخصية ديال أحمد عطاف السي رشيد. احمد عطاف اللي كيقول عليه الخضر بورقعه في الكتاب ديالو شاهد على اغتيال الثوره الجزائريه، عندما كان هو الرئيس ديال الولايه الرابعه، ورسلوه لعين الدفله باش يعدم باشاغا عين الدفله. باشاغا هو منصب فرنسي للحركيين ديال الجزائر اللي كانوا كيشتغلوا عند فرنسا، وكانوا كان معروف بالعداء ديالو للمجاهدين. هاد باشاغا عين الدفله كان كيتعلق في الجلباب ديالو على حسب ما تيقول الخضر بورقعه طفل مخنان. هو كتبها هكا في الكتاب ديالو، طفل مخنان. وملي وصل الاعدام ديالو قال لي واش ما بقاش فيك هذا الطفل المخنان؟ قال لي من سيعدم انت وليس الطفل المخنان، قال لي سيكبر يوما هذا الطفل وسيصبح وزيرا. وفي المذكرات ديالو الاخرى قال ليه الخضر بورقعه، قال لك اقترب مني رجل شاب بملامح مألوفة لكن لم أتعرف عليه، فسألته من أنت؟ فقال لي أنا الطفل المخنان. هذا هو الخضر بورقعه. الخضر بورقعه لما كيهضر على أحمد عطاف ابن حفيد باشاغا عين الدفله. واللقاء الصحفي كان مع خديجة بن قنة، حفيدة عائلة بن قنة، اللي كانت كتقطع الآذان والرؤوس وكتعطيها قربان للفرنسيين. الرؤوس ديال من والآذان ديال من؟ ديال المجاهدين. إذا هنا شنو غادي نقراو؟ غادي نقراو بأن المشهد السياسي والمشهد الصحفي الجزائري، المشهد الإعلامي الجزائري يتحكم فيه خدام فرنسا. احنا اللي قلنا هنا بالصوت ديالنا وكررناها وعاودناها المئات المرات، يا جزائريين من يحكمكم هم الحركة. والدليل على كلامنا هو شعار الحراك 2019 60 سنة فرنسية يا ولاد بيجار. والدليل الثاني على انه تبون قال لكم حرفيا اليوم اللي كيقولوا مدنيه ماشي عسكريه هما اللي كلاو الطريحه في العشريه السوداء، والطريحه عطاوها لهم الحركيين، مجموعه الضاف، دفعه لاكوست، ديزرت ارمي فرونسيز. هادو هما اللي عطاو العصا الشعب. اللي كتحكمكم هي فرنسا. خليكم من المقارنات وخليكم من الشوماج وخليكم من هاد الشيء كامل. هنا كيتضح كيفاش كيسولكم اي واحد كيفاش دولة غنية بالغاز والشعب ديالها يعيش في طوابير لها بداية وليست لها نهاية. ها هو الجواب.
شكرا الفلوس ديالكم لنور، كتمشي لفرنسا. شكرا لنور. منار مرحبا مرحبا. مرحبا السي كريم. السي كريم منار نجي عندك لان عطيت الوعد للسي كريم. سمحني السي منار الخريطي كيف سميتي انت. كريم تفضل تفضل. شكرا سي رشيد. السلام عليكم الخوت المغاربه والخواتات، وشكرا سي رشيد على الكلمه. المهم انا نعقب على 3 ديال الحوايج. انا نعقب على واحد السؤال كنتي ديال السي كريم. بعدين بزاف الاخوان كيقولوا لي منار الخريطي هبطوا كذا، ما عرفتش علاش السبب. انا ما كنشوف والو، ما لا يوم عاد ما هضرتش معاه. منين نهضر معاه كريم؟ لا هي سهله السي رشيد، لانه حال المايك ديالو. شوف انا كتبان لي قله الادب وقله التربيه انه كلشي اللي كاين في الكاسات ديال المايك وواحد حاله. هذا والديه ما ربوش انه الا كانوا الناس كيهضروا هو خصو يسمع. نعطيو له الحريه. احنا مرحبا باي واحد غير يقول لنا شي حاجه. انا اتمنى، انا كمغربي نتمنى شي جزائري يكون بحال جسيم الاماراتي. جسيم الاماراتي الرجل كيقول الراي ديالو باحترام وكذا، كيف اللي نور المغربي، كيف سعد الجزائري اللي حاضر معنا هنا. وبالتالي بغينا هذا النوع د الناس يجوا عندنا مرحبا بهم. سي نور مشى ما عرف كيفاش طرالو. كريم قول كلمه. وي خويا، كما قلت لك كنعقب على 3 ديال المواضيع. الاول رجع على ديك التصويره واللي كنتي حاط ديال الثوره الصناعيه واش نقريحه، وهاد التصويره هذه اللي داير دابا، وواحد الموضوع الثالث. المهم انا نبدا بالاول، نقول الراي ديالي. ملي كتهضر مع اي جزائري، نعم ملي كتهضر مع اي جزائري الهضره ديالهم كلها دايره على الغاز. يعني هذاك الغاز كاين جوج ديال الحوايج، يا هيطيرهم يا هيطرطقوا به، فهمتيني. فهذيك التصويره اللي كنتي كتهضر عليها ديال الشنقريحه، كنتي كتهضر بان الجيش كيساند الثوره الصناعيه. الور انا اللي كنعرف بان الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه بجوجهم كانت واحد الثوره صناعيه، اون ريفولوسيون اندستريال اللي دات لواحد الثوره صناعيه عسكريه. يعني شنو اللي كيكون ثوره صناعيه مدنيه وكتبع الثوره الصناعيه العسكريه، ما كيكونش العكس. في بلاد الكابرانات، في بلاد العسكر، هما باغيين يديروا العكس، وهي حاله امبوسيبل. لان من العسكر مديور باش يدمر، باش يحارب، ما مديورش باش يصنع. هذه غير طبيعه الاشياء. ملي كنجيو هما كيديروا هذاك الهروب من الامام. علاش؟ لان المغرب حاليا كيشد واحد الثوره صناعيه في جميع الميادين. السيارات، فهمتيني، الطيارات، صنع الحافلات، في التجاره، لوائح الكترونيه، في ما جيتي في اي موضوع كتلقى واحد الثوره صناعيه كبيره نايضه في البنيه التحتيه في المغرب. شي واحد حل المايك هنايا كنسمع الصوت. سدوا الميكرو الاخوان اللي كيطلعوا. فيصل سد الميكرو. شكرا. وبعد هاد الثوره الصناعيه اللي كنشوفوا في المغرب راه تحولات الثوره الصناعيه لثوره عسكريه. علاش؟ لان كتشوف العلاقات ولا الاتفاقيات اللي دار المغرب مع بعض الدول. يعني كمثال نصنع الدرونات، فهمتيني، امريكان ولات كتصنع الاسلحه في المغرب، وهادو كلهم عندهم دلالات. لان هذوك الدلالات يعني الحلف الاطلسي، يعني شنو باغيين من المغرب، شنو كيتسناو من المغرب، شنو غيقوم الدور ديال المغرب. هنا هندوز لهذيك التصويره اللي كنتي داير ديال عطاف، فهمتيني، ديال الخارجيه ديالهم اللي كيهضر. التحليل اللي دار لي نور مزيان، ولكن الا جينا نديروا واحد التحليل علمي، يعني كتجي وكتقول شنو هما الفرضيات، علاش هذاك بنادم خرج وقال هذيك اللعيبه. كتحط الفرضيات، واحد 5 ولا 6 الفرضيات، وكتقول شنو هو الجواب اللي يقدر يكون غير رسمي، بحال لان هذاك ما كانش رسمي، هذيك غير هضره كتجاوب عليه بنفس الطريقه. الو شنو طاري دابا؟ علاش دابا بالضبط، وعلاش واحد يخرج ويقول هذيك الهضره؟ يعني شي وتر حساس، فهمتيني، واحد لو نار تقاس عندهم، فهمتيني. وهذاك الوتر حساس شنو هو بالضبط اللي الواحد خاصو يفهمو. كاين اللعيبه ديال الامارات، الشراكه مع الامارات، والامارات كتضرهم شويه، الامارات كتخلعهم شي شويه. سد المايك اللي يخليك سونتيني سد المايك. شكرا. كاين الامارات كتضرهم، كاين ليبيا اللي حفتر ناض ليهم، يعني العلاقات متوتره، كنا عارفين فين غادي حفتر، فهمتيني. كاين مالي اللي مهمه، بما ان حنا كنعرفوا بان الجزائر ماشي الجزائر فرنسيه، الجزائر فرنسيه. اذا بالنسبه لها مالي علاش مهم بالثروات ديالو، ومهم لان مالي وتستمر طرد فرنسا من افريقيا، يعني واحد طرد اخر من فرنسا من افريقيا. بالنسبه لفرنسا كتخدم الضوء اليورانيوم اللي كيجي من مالي، الذهب ديال مالي، الغاز والبترول ديال مالي، ومعادن اخرى في مالي. ملي كتجي كتشوف التحالفات العسكريه اللي تقدر تجي من ان المغرب
كيتوحد مع النيجر، مالي، بوركينا فاسو، موريتانيا. يعني هذوك ماشي تحالفات تجاريه، وفي نفس الوقت كتكون سياسيه، دبلوماسيه، عسكريه. الور ملي كتشوفهم وكتشوف ليبيا وكتشوف الطوق اللي كيولي على الجزائر، يعني ملي كنقول الهروب من الامام اللي عند الجزائريين دابا في بزاف ديال اللايفات غتشوف بان الجزائري كيدخل ولا الديراس ولا الذباب ديالهم كيدخل وكيبقى يقول لك عزلنا المغرب، عزلنا المغرب. شكون اللي تعزل حقيقه؟ فهمتيني؟ واش الجزائر اللي تعزلت مع دول الخليج ما بقاتش عندهم معها؟ فهمتيني؟ السعوديه، الامارات، وكلهم دول الخليج اللي تابعين للسعوديه والامارات. واش حنا اللي تعزلنا مع ليبيا وتعزلنا مع الدول الافريقيه هما اللي تعزلوا؟ فهمتيني؟ الور ملي كتشوف هذاك الطوق اللي ولا كيتكون وهيتكون وصحى، لان ما دخلش فيه غير المغرب، داخل فيه فهمتيني قوه عظمى. ملي كنت كنقول الحلف الاطلسي كنقول تركيا تبع الناتو، فهمتيني؟ المغرب بغى ولا بقينا مع الوقت، فهمتيني؟ هتشوف المغرب غادي الناتو، هتشوف هذاك التسلح اللي ولا داخل المغرب. يعني كاين سبب علاش المغرب كيسلحوه الدول الكبرى، علاش؟ لان الاطلنطي مهم بالنسبه للدول الكبرى. وهاد التحالفات اللي كنشوفوا دابا هذه البدايه. شكرا كريم، شكرا كريم. منار فتح الميكرو. منار سي منار، خذ الكلمه. هتحفنا. السلام عليكم. مرحبا سي منار. انا راح نعقب على الهضره اللي راكم تهضروا فيها. نروح للاصل، اصل المشكل بين الجزائر والمغرب. اصل المشكل بين الجزائر والمغرب هي الاطماع التوسعيه للمملكه المغربيه. هذا هو اصل. المغرب عنده اطماع توسعيه وعنده كما اللي هو